ملاحظة: كل هذه المعلومات التي ستشاهدونها كانت قد نشرتها الصفحة المليونية الجزائري باتريوت في انتظار ما سفر عليه التحقيقات من الأجهزة الأمنية. الطفلة الجزائرية التي جعلتنا كل هذه الأيام نفكر فيها وابكتنا في النهاية موتها وطريقة قتلها، اختفت في قسنطينة وعثر على جثتها مقطعة في منطقة جبل الوحش. المعطيات التي سنعرضها في هذا الفيديو نشرت من قبل الصفحة المليونية الجزائر باتريوت، والتي ادعت كشف تفاصيل مرعبة حول كيفية اختطاف الضحية وتعذيبها ثم قتلها. لكن من المهم أن نوضح في البداية: لحد الساعة لم تصدر السلطات الأمنية أو النيابة العامة أي بيان رسمي يؤكد هذه المعلومات. نحن بدورنا ننقل هذه التفاصيل كما وردت، مع التأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية، والرأي العام ينتظر الحقيقة الكاملة من الجهات الرسمية. في صباح هادئ من أيام ماي 2025 وفي حي الزيادية الشعبي بمدينة قسنطينة، خرجت طفلة بريئة تدعى مروى بوغاشيش تبلغ من العمر 13 سنة متوجهة إلى المدرسة لأداء امتحانها الأخير في الطور المتوسط. كانت تحمل محفظتها، ترتدي ثوب المدرسة وتحلم بالعطلة الصيفية، لكنها لم تصل أبداً ولم تعد أبداً. بدأت رحلة البحث، الأسرة في حالة انهيار، الجيران في صدمة، وصفحات مواقع التواصل امتلأت بمنشورات تقول: ساعدونا في العثور على مروى. مرت الساعات ثم الأيام، لكن لا أثر لمروى، لا صورة، لا هاتف، لا شاهد، لا كاميرا مراقبة. قضية تحولت إلى رأي عام، وقلوب الجزائريين توحدت لأول مرة منذ زمن خلف طفلة لا يعرفها أحد، لكن الجميع أحبها كأنها من دمهم. وفي 30 من يونيو عام 2025 أعلنت الجهات الرسمية أنه تم العثور على بقايا بشرية داخل غابة جبل الوحش خارج مدينة قسنطينة. لاحقاً أكدت تحاليل الحمض النووي أن الجثة تعود بالفعل إلى مروى. الخبر نزل كالصاعقة: دموع، دعاء، غضب، عجز. الجزائريون لم يصدقوا أن نهايتها كانت بهذه الوحشية، لكن ما لم يكن يعلمه أحد هو أن ما خفي كان أعظم. صفحة الجزائر باتريوت، والتي يتابعها أكثر من 1,000,000 جزائري، نشرت ما وصفته بالتفاصيل، وجاء فيه ما يلي: الجاني لم يكن مجهولاً، بل يعرف مروى. دافعه لم يكن السرقة، بل عداوة شخصية مع عائلة الضحية. خطة للجريمة مع 2 من أفراد عائلته، أخته وأخوه. السيناريو الذي روي كان مرعباً. أغريت مروة من طرف أخت الجاني لتدخل منزلاً مقابلاً لمنزل عائلتها. هناك تم تقييدها، تجويعها، وخياطة أو ربط فمها حتى لا تصرخ. ثم بحسب الرواية استغل عيد الأضحى لشراء أدوات حادة: منشار، ساطور، أكياس بلاستيكية، حتى لا يشك أحد في تصرفاته، وكأنها أدوات ذبح أضحية. وفي لحظة قاتمة قام بقطع رأس مروة، ثم أطرافها، يد ورجلين، ووضعها في أكياس، ثم رمى فوقها نفايات بناء وحديد حتى تختفي مع ما يرمى من مخلفات الأضاحي. حسب نفس الرواية كان يخطط لاختطاف ضحية ثانية، لكنه كان تحت المراقبة وتم توقيفه قبل تنفيذ جريمته الجديدة. رغم بشاعة كل ما ورد، إلى اليوم لم تصدر النيابة العامة بياناً رسمياً يؤكد أو ينفي هذه الرواية، ولا يزال الرأي العام ينتظر لحظة الإعلان عن توقيف الجاني ومحاسبة من تورط معه. البعض يطالب بتطبيق أقصى العقوبات دون رحمة، آخرون يطالبون بإعادة النظر في قانون الإعدام في الجزائر، وهناك من يرى أن ما حدث لمروة يجب أن يكون نقطة تحول في حماية الأطفال في الشوارع، المدارس، وحتى بين الجيران. مروة بوغاشيش أصبحت اليوم رمزاً لكل طفل مظلوم، رمزاً لكل براءة تم اغتيالها في صمت، رمزاً لصوت يجب أن لا يطفأ، وصرخة لا يجب أن تنسى. هذه الحكاية ليست فقط عن مروة، بل عن تقصير المجتمع وغياب الردع وتفشي الذئاب في الأحياء الهادئة. مروة لم تكن تملك سلاحاً ولا درعاً، كانت تملك قلباً أبيض وحلماً صغيراً، لكنها سقطت ضحية حقد وصمت وتواطؤ. نطلب من العدالة ألا تترك هذه الجريمة تمر كغيرها. رحمك الله يا مروة، وجعل الله موتك صحوة لهذا المجتمع.